السلام عليكم. تعال نعمل مع بعض فطاير الطاسة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص وجميلة جدا وتنفع حلو وحادق. أنا استخدمت 3 مجات من المية، وممكن برضو تضيفي لو حابة تضيفي حليب أو حليب بودر ممكن تضيفي برضو، بيخلي العجينة أحلى بكتير. استخدمت 3 مجات من المية، مية دافية عادي. حطيت نص معلقة ملح صغيرة، وضفت معلقتين من الزيت، وهضيف الدقيق بتاعي. طبعا انا مش هحدد الدقيق لان الدقيق على حسب الدقيق بتاعك بياخد سوائل قد ايه. طبعا انا هنا استخدمت حوالي 6 مجات من الدقيق، بس انت ممكن الدقيق بتاعك يختلف عن الدقيق بتاعي. هفضل اعجنهم كويس، هعجنهم كويس خالص. اول ما يتعجنوا معايا وبس بيبقى فيها تلبيكه بسيطه كده، يعني بيلبك في الايد كده بسيط، هنزل حوالي معلقتين كبار من الزيت والم العجينه واسيبها ترتاح شويه. هغطيها واريحها حوالي ربع ساعه تلت ساعه اول ما ترتاح معايا، بس عشان نعرف اقطعها. اول ما ترتاح بعد ربع ساعة بالظبط انا رجعت وقطعتها الكور الصغيرة اهو بالشكل ده. هبدأ اقطع الكور اللي انت تحبي، حابة تكبريها شوية حابة تصغريها، بس التقطيعة دي حلوة خالص والفطيرة حلوة يعني. هنقطعها كور بالشكل ده وهخلص الكمية كلها. وممكن تفرديها خالص على بلانشة او على الرخامة وتقطعيها برضو بنفس الطريقة لو مش حابة التقطيع التاني. وريتكم التقطيع الاتنين اهم. وهخلص الكمية كلها بالشكل ده. عملولي حوالي 10 فطاير، بتشتريهم من بره بمبلغ. هسيبهم برضو يرتاحوا تاني حوالي ربع ساعة ولا 10 دقايق وهرجع لهم عشان اعرف افرد العجين. هجيب صينية عندي او على الرخامة في اي مكان هتفرديها بالشكل ده. انا عاملة الفطيرة صغيرة مش كبيرة قوي. هفردها بالنشابة او بايدي وابدأ افردها خالص بالشكل ده واشدها اهو معاكم. وانا بفردها مش بفردها بدقيق خالص، بفردها بمعلقة سمنة او زيت المتوفر عندك تستخدميه. وطبعا عندي سمنة مسيحاها انا اهو. ابدأ افرد العجينة بالشكل ده على الصينية او على رخامة اي حاجة تفردي عليها، ونرهفها شوية اهو زي ما انتوا شايفينها معاكم. هدهنها دهنة بسيطة سمنة لان انا افردها على سمنة اصلا. هفردها وبعد كده هبدأ اطبقها طبقة الظرف. هبدأ اخدها من على الجناب الاول اهو معاكم. هرش السمنة بسيطة خالص، ما نتقلش السمنة لان هي مفروضة على سمنة. هبدأ اقفلها، هاخد الجناب الاول احطهم على بعض بالشكل ده، وابدأ اجيب الجنبين التاني زي تطبيقة الظرف بالظبط اهو بالشكل ده. هنطبقها، هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة دي، يكون الاولانيين يرتاحوا معايا عشان ابدأ افردهم فردة بسيطة وانزل في الطاسة بمعلقة زيت او سمنة اهو. عملت واحدة تانية معاكم بس عشان تشوفوا التطبيقة معايا. هنطبقها نفس تطبيقة الظرف اهو زي ما انا قلت لكم. التطبيقة سهلة، واصلا الفطير سهل وبسيط مش بياخد وقت خالص. لو رحت اشتريتيه من بره هتلاقيه بمبلغ وقدره، فاحنا نعمله في البيت بشوية مية وشوية دقيق ومعلقة ملح، مش بياخد مننا وقت خالص ولا مجهود. امكانياته بسيطة ومكوناته سهلة وبسيطة جدا. انا عملت معاكم اهو واحدة تانية. طبعا بعد كده يكون الاولانيين اللي انا عملتهم في الاول ارتاحوا. نبقى عارفين الاول اللي احنا عملناه. طاسة على النار تسخن معايا كويس. اول ما تسخن الطاسة معايا يا دوبك بالفرشة بدهنها دهنة بسيطة من السمنة او الزيت، وبعد كده بنزل بالفطيرة. بعد ما افردها بعد بعد ما افردها بنزل بالفطيرة في الطاسة على طول. يا دوبك بتاخد نص دقيقة على الجنب ده ونص دقيقة على الجنب ده. اول ما تنفخ معايا بالشكل ده والفطيرة تبقى معايا كده العجينة ناشفة والفطيرة ناشفة وهتستوي من جوه. لما تعمل الفقاقيع او البلالين اللي في الفطيرة دي تعرف ان الفطيرة ناشفة معاكي. والنار النار متوسطة، ما تبقاش النار عالية ولا واطية خالص، لا النار نخليها نار متوسطة عشان تنفخ معايا وتستوي وما تنشفش معايا. فطير سهل جدا وبسيط وما بياخدش وقت خالص، وينفع حلو وينفع حادق. هخلص كل الكمية بنفس الشكل ده. ادي الكمية اللي انا عملتها، هوريهولكم من جوه بس السخن خالص عليا، فهبدأ احاول اقطع لكم واحدة بس عشان تشوفوا التوريجة من جوه. التوريجة بتاعته جميلة جدا ومورق وجميل، يعني مش بياخد وقت خالص. لا هنستنى نعمل في فرن ولا اي حاجة، هي طاسة مدهونة زيت وهنعمل الكمية اللي احنا عايزينها. ممكن تضعف الكمية طبعا اهو مورق وجميل معانا وشكله جميل وينفع حلو وحادق. انت ممكن تاكليه باي صوص انت تحبيه لو عايزاه حلو. كريمة، صوص شوكولاتة، صوص كريمة، الكراميل، الصوص اللي انت تحبيه. وبرضو ممكن تاكليه بحادق بأي نوع جبن انت تحبيه، بيدينا طعم جميل والشكل أحلى. أتمنى لو عجبتكم الوصفة والفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.